عسلامة حبيباتي، جيتكم اليوم فيديو جديد بوصفة جديدة كسكسي بالدجاج يعمل 66 كيف للمبتدئات. هيو معايا شوفوا طريقة أسهل منها فماش. خذيت بصلة جويدة قصيتها، حطيت زيت، غسلت الدجاج وحطيته، مغرفتين طماطم كبار ومغرفة اشتري مغرفة هريسة عربي اللي يحب وقليتهم مع بعضهم بالكدا. لازم تتقلى باش الطماطم تنحى القرصية متاعها. قليتهم بعضهم، زدت عليهم الحمص ومرقتهم بشوية ماء في التقلية. بعد ما تقليوا شوية باش نحط له فحم تاعي. الفحم تاعي ساهل برشا وبسيط، مغرفة كبيرة هريسة عربي، مغرفة تابلو كروية، شوية كركم، ملح فلفل أكحل، وخليتهم تقليوا تقلية صغيرة وبرقتهم بالماء. الماء سخون بالطبيعة سخنت قبل ما نمرق بيه باش يسهل علينا التطيب. وكهو سهلة وبسيطة وفيسا يحضر، معناه ما فيهوش حتى تعقيدات. هذيا للمبتدئات اللي تتعلم الطيب، هذه طريقة سهلة على الآخر. قشرت الخضرة متاعي، بطاطا وسفناريا وقراع، اللي تحب انت تحط وغطيت عليه. نمشوا للكسكسي. تو انا طريقتي هذيا باش نوريه لكم كيفاش نعملها، كل واحد وطريقته. بالنسبه لي انا نحط الكسكسي بتاعي نحط عليه الماء، فما شكون يسخن الماء، انا الحق نحطه طول مسبله. ومن بعد نصفيه نحركه هكا شويه، ومن بعد نهبط منه كان طلع هكا حاجه فيه هكا تفش ولا حاجه، ومن بعد نصفيه نحيك الماء اللي فيه الكل بالصفية، ومن بعد نخليه ونغطيه بمنديلة لين يشرب الماء. نجيكوا الكعبة وحدها. أنا هذه طريقتي ديما نعمل فيها، ويجيني كسكسي بني على الآخر. فما شكون يسخن الماء يحط ماء دافي، فما شكون يرشرشو هكا شوية بعدين بثبتو كهو. أنا هاني وريتكم كيفاش نعمل. من بعد ما غطيته وخليته يرتاح شوية، حطيته يفور في الكسكاس، وهذين بعد ما فور رجعته في شقالة وحليت له الكعابر وصبيت المرقة بتاعي على الكسكسي، وكل عادة غطيته شوية بمنديلة وخليته شوية يشرب، ومن بعد عودت رجعت له وحركته بشوية باش ما يعجنش. هذه طريقتي في الكسكسي، ان شاء الله عجبتكم. واللي شاف الفيديو ما يبخلش عليا بأبوني وجاي من الفيديو، وإن شاء الله معرفة طيبة للناس الكل، وإن شاء الله تدعموني وخليني نكون عائلة صغرونة في قضيتي جديدة. واللي يحب يطلب هكا وصفة يكتب لي في كومنتير، وأنا إن شاء الله نعملها معاكم. وهذه هي النتيجة متاع الكسكسي، إن شاء الله تعجبكم. مقعد